انا كنت محوش قرشين على حسب ان انا عايز اعمل عمره. تمام. ولكن بنتي حست ان انا محوش الفلوس ديت. تمام. بتقول لي هاتهم. عايزه تاخدهم وتودي عيالها المدرسه اللي هي الغاليه دي. الانترناشونال. تاخد فلوس العمره بتاعتك انت توديهم لعيالها يعني. ايوه. وجوزها فين بنتك دي؟ جوزها موجود. تبقى جوزها موجود وتاخد انت فلوس العمره بتاعتك انت عشان تطلع بيها تودي عيالها وتحرمك انت من المبلغ اللي انت محوش طول عمرك عشان تطلع. ايوه. ولا تديها جنيه ولا لها في حق في مالك ده بجنيه. عيالها دول ملزومين من الاب ده اللي هو ابوهم اللي هو جوزها. هي وعيالها نفقتها واجبه على الاب ده على الزوج ده. انما تاخد من ابوها المال اللي يوديه العمره ولا يوديه هنا عشان تودي عيالها مدارس حكوميه يعني غير الحكوميه، ده كلام ما يرضيش ربنا ولا يرضى حد من خلق ربنا. جاتني في ليله من الليالي وقعدت معايا ساعه او ساعتين. لقيتني مغفل شويه كده. هي عرفت طريق الفلوس. راحت قمت انا ببص عليها. بتقول لي مفيش حاجه وبتاع، انا عايزه بس الفلوس بس عشان اوديهم للمدرسه. لا طبعا ده انت اصلا لو انت يعني لولا قلبك حنين وطيب انت كنت ممكن تاخد ضدها اجراءات قانونيه كمان. ممكن كنت توقعها في بلاوي هي مش متخيلها. لا طبعا هي لا تاخد منك جنيه الا برضاك. الا اذا حاجه طالعه برضاك انت كاب كجد للاولاد تدي لاولاد بنتك. انما حاجه تتاخد عافيه منك لا شرع ولا قانون ولا عرف يبيح هذا الامر. هي بتحسبني انا عناه. عندها اب لاولادها هو اللي ينفق عليهم. توديهم بقى حاجات حكوميه، توديهم انترناشونال، يودوهم المريخ، هو حر ابوهم. لكن تاخد من مال ابوها عشان تطلق عيالها، لا طبعا. لا بقول لك لا عرف ولا شرع ولا قانون يبيح لها بهذا الامر. فلو اصرت على هذا الامر ودخلت تاني وحاولت تاخد فلوسك بدون علمك ولا بدون رضاك، ارجع لي تاني وناخد اجراءات قانونيه توقفها هي واللي زي عند حدها.